السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ قبل اي كلام بس نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. انا جبت شويه مشتريات كده هنخزن مع بعض في الفيديو ده. هنخزن اكتر من حاجه، هنخزن البسله والفراوله والسبانخ والقلقاس. انا جايبه بزله معايا 4 كيلو بزله. طبعا البزله غاليه شويه، مش غاليه يعني 25 جنيه. وجبت برتقان، دي مشترياتي بتاعت السوق. وبصل، بصل جميل قوي، وكان في بصل ابيض وبصل احمر، انا جبت الاحمر. وسفندي، سفندي الايام دي حلوة قوي. وطبعا جبت جزر برضو عشان هينفع في المخلل، وهينفع في البسلة فريش كده وطازة وجميل. وطبعا معايا الطماطم. اكتر البياعين بتغلي الحاجة الايام دي عشان شهر كريم، كل سنة وانتم طيبين. معايا هنا فراولة، دي برضو هننضفها كده مع بعض وهنفرزها، تنفع برضو في شهر رمضان نعمل منها عصير. فانا هبدأ ب2 كيلو كده. معايا هنا قلقاس هنفرزه مع بعض، حاجات تفريزات رمضان بقى، كل سنة وانتم طيبين، الحاجات دي بتنفعنا في شهر كريم. وشوية موز كده برضو جبتهم وانا بتسوق يعني. فهنقطع بقى مع بعض القلقاس. طبعا يا بنات القلقاس ده بيتمسح، مش بيتغسل. في ناس بتغسله، بس احنا بصراحة مش بنغسله عشان ما يفقدش قيمته الغذائية وينزل الفيتامينات اللي فيه. بمناديل كده او بفوطة مطبخ نضيفة، تكوني يعني بصراحة فوطة لسه مستعملها اول مرة هتستعمليها في مسحة القلقاس. عندك مناديل مطبخ شغال، اي مناديل هتمسحي القلقاسية قبل ما تخرطيها، تمام. عشان برضو وانتي بتشيلي القشر وكده، مطرح القشر بيمسك في اللحم التراب بتاع القلقاس. فمش عايزين آه اي تراب، اي حاجة على القلقاس، عشان برضو احنا مش هنغسله، هنمسحه بس. هنقشر كده مع بعض القسطين دول اللي فاضيين. انا قطعت الاتنين الكبار الاول عشان مش عايزة اطول عليكم الفيديو ده فيه اكتر من وصفة واكتر من تخزين. في الفيديو دوت هتعتمدي الوصفات دي، وصفة التخزين سهلة جدا. انا بمسح القلقاسية كده زي ما انتوا شايفين، بنزل عليها اي تراب او اي حاجة ماسكة في القلقاسية قبل ما اقطعها. يعني انا بمسحها قبل ما اقطعها. وبتغسلي ايدك كل ما تقشري واحدة، تغسلي ايدك او تمسحيها كويس من مطرح القشر كده، عشان القشر برضو بيبقى فيه، انتوا فاهمين، تراب اي حاجة ما يمسكش في اللحم بتاعنا. والقلقاس دوت زي ما قلت لكم كده ما بيتغسلش، بس انا هعصر عليه ليمون. هعصر عليه ليمون كده وبعد كده هنعبيه مع بعض بقى في اكياس، في علب. انا بصراحه بحب العلب قوي، يعني بفضلها اكتر من الاكياس، وانتي حره يعني. في ناس بتحط في الكياس، يعني في حاجات هحطها في اكياس وفي حاجات هحطها في علب. انا هحط القلقاس معايا في العلب كده. هفضي كل الكميه كده في العلب قدامي زي ما انتوا شفتوا كده، ولا غسلت القلقاس ولا حاجه. وصفه جميله وسهله جدا، وصفه التخزين. والحاجات دي زي ما قلت لكم بتنفع في شهر كريم. بتبقي اي خضار انت عايزه تعمليه بيكون جاهز. احنا بنريح نفسنا في الشهر ده عشان الشهر بيبقى برضو كله مجهود وتعب. واحنا مش كله اكل وخلاص، احنا برضو بنصلي وبنقرا قرآن وبنصلي التراويح. فبرضو ندي لنفسنا وقت نتعبد كده فيه، مش كله طول اليوم هتقف في المطبخ. فالحاجات دي بتريحك شوية وبتقلل تعبك ومجهودك في المطبخ.
يعني بدل مجهود كامل بيبقى نص مجهود. خلصت كده القلقاس زي ما انتوا شايفين، قشطة ومنور وجميل وزي الفل. الفراولة أنا غسلتها حلو أكتر من مرة. أنا مش محتاجة أجيب وصفة الغسيل قدامكم، والحاجة انتوا عارفين أكيد الحاجة دي بتتغسل أكتر من مرة، عشان برضو الفراولة دي بيبقى كلها رملة، بيبقى ماسك فيها الرملة، فلازم تسيبي عليها المية وتغسليها مرة واتنين وتلاتة وخمسة لغاية ما تتأكدي ان هي ما بتجيبش رملة بس. وبتشيل القمع كده اللي فوق، وانا هحطها كده في اكياس وهفرزها. في ناس بتعصرها وتشيلها، في ناس بتقطعها وتشيلها، لا انا كده زي ما هي هاخدها على طول على الخلاط اعصرها. وبعدين لما بتتعصر وهي مجمدة بتبقى تحفة وجميلة. تضيفي بقى عليها لبن، تضيفي عليها مية، تضيفي عليها زبادي، تبقى حلوة قوي برضو في شهر كريم. انا بدأت كده معاكم ب2 كيلو عشان برضو وقت الفيديو، وهفرز اكتر من كده يعني. البسلة بقى انا فصصتها برضو وقطعت عليها جزر وغسلتها حلوة قوي، وهعبيها في الاكياس. الوصفة دي بعتمدها كل رمضان، ما بعملش غيرها بصراحة. في ناس برضو بتحطها في مية سخنة وبتشيلها، لا انا بشيلها خضرة فريش، مش بحطها في مية، يعني مش بغليها على طول. بعتمد الوصفة دي وبتبقى ناجحة معايا قوي وحلوة وبتريحني. بس اهم حاجة اي حاجة هتخزنيها تصفيها تماما من المية، يعني ما ينفعش تكون فيها مية او مندية او فيها مية بسيط وتعبيها في الاكياس وتشيليها. يعني لازم تسيبيها كده نص ساعة في المصفى كده، تقعد تصفي المية اللي فيها. وبعد كده بنعبيها بقى زي ما انتوا شايفين كده في اكياس، في علب، انتي وراحتك. فانا هخلي الاكياس لحاجات والعلب اللي عندي الحاجات، عشان برضو انا عندي اكياس. خلصنا كده البسلة زي ما انتوا شايفين جميلة وخضرة وبتحتفظ بخضرها، وهنعملها في رمضان ان شاء الله هتشوفوها. وهنا معايا كده حزمة كبيرة من السبانخ، قلت ابدأ معاكم بحزمة عشان برضو الفيديو ما يطولش. ودي الكزبرة بتاعت السبانخ. ومعايا هنا فاصوليا خضراء، هنغسلها برضو حلوة قوي اكتر من مرة، وهنغسلها اخر مرة بالخل ونصفيها حلو. والتقطيعة بقى اللي انت تحبيها، يعني التقطيعة دي بتاعتك، مثلثات، مكعبات صغيرة، براحتك قوي. التقطيعة دي بتاعتك انت. انا غسلت برضو السبانخ اكتر من مرة. خلي بالكوا السبانخ دي بيبقى فيها كمية رملة غير عادية. انا عندي هنا مية على النار، هنزل بس كده بحبة ملح عادي بتاعنا. وهحط الفاصوليا. اول ما احطها والاقي الميه بتقلب معايا، انا هطفي عليها على طول، عشان احنا مش بنسويها يعني. ما بتاخدش دقيقه على النار. بس كده. انا اول ما حسيت ان الميه هتقلب معايا، عندي ميه ساقعه من التلاجة، هعمل لها عمليه تبريد بس عشان الفاصوليا لو سبتيها سخنه تبرد مع نفسها هتكمل سواها وهتبقى مستوية. فاحنا مش عايزينها مستوية، احنا عايزينها نص سوا زي ما انتوا شايفين كده. السبانخ بقى انا خلطها. انا بصراحة مش برمي الحتة الحمراء اللي بتبقى في السبانخ دي بتخلي السبانخ زي العسل، عسل حرفيا. طبعا السبانخ مش بتتقطع صغيرة قوي ولا كبيرة قوي، لا عشوائي كده. ان هي لما بتستوى بتلاقيها اتهرت في زي ما انتوا شايفين كده. التقطيعة دي يعني مش تقطيعة صغيرة ولا كبيرة قوي يعني. وهنا معايا الكزبرة الخضرة بتاعتها، هقطعها برضو مع السبانخ. وزي ما قلت لكم السبانخ دي بتاخد غسيل كتير قوي، عشان برضو بيبقى فيها رملة وطينة. طبعا كل ما انتي تنقعيها في حاجة كبيرة واول ما تلاقي اخر شطفة بقت زي الفل، خلاص كده هي نضفت، عشان بتنزل طينة. وهتاخدي بالك وانتي بتغسليها زيها زي الملوخية بالظبط. الخضروات دي معروفة بتاخد غسيل كتير قوي.
واخر غسله برضو بالخل. عودي نفسك اي خضار اي فاكهه اخر شطفه بتبقى بالخل، عشان لو اي ميكروبات عليها، اي حشره اي حاجه، بيبقى انت عقمتيها. انا هعبي الفاصوليا كده كلها الكيلو في كيس نضيف كده عندي، غسلاه ومنشفاه، عشان انا هستعمل الكيلو على طبخ، عشان احنا ما شاء الله عددنا كبير يعني. والسبانخ زي ما انتم شايفين قطعتها كده وخليتها تصفي ميتها خالص، ما ينفعش يبقى فيها ميه، ما ينفعش يعني، دي تسيبيها نص ساعه ساعه لغايه ما تجيب اخر نقطه فيها. طبعا انا في الحله كده بمعلقه سمنه بلدي او معلقه زبده كبيره، هاخدها تشويحتين كده. نزلت كل كميه السبانخ، واول ما تدبل عندي وتصغر والكميه تقل زي ما انتم شايفين، انا هطفي عليها. طبعا في ناس بتشيلها خضرة فريش يعني، هتلاقيها هتاخد معاكي مكان ومساحة في المطبخ، في الديب فريزر. فالحركة دي بتبقى حلوة قوي وبتسهل علينا لما تيجي تفرزيها. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين كده كانت الحلة مليانة قد ايه، وكنت مالية مصفتين كبار. لما حطيتها على النار وبصوا بقت مفيش يعني، قلت خالص. فانا السبانخ بالذات هحطها في علب، عشان السبانخ دي عودي نفسك كمان لما تيجي تطبخي سبانخ ما تعمليش حله كبيره، عشان السبانخ لما بتبات ما بتتسخنش، مش بتبقى يعني خلاص فقدت الفيتامينات بتاعتها والحديد. فانا السبانخ بالذات بعملها كميات صغيره، عشان في شهر كريم بعملها حاجه يعني ايه، يا دوبك كده طبقين على السفره جنب اي حاجه تانية تتاكل في وقتها، ما مش عايزه ابيتها يعني، عشان برضو زي ما قلت لكم بتفقد الحديد بتاعها. خلاص انا عبيتها زي ما انتم شايفين كده، الحزمه الكبيره بصوا عملت معايا 3 علب بس، زي ما انتم شايفين كده. وصفه السبانخ دي اعتمديها في التخزين بتاعها بتبقى حلوه قوي. وهنا زي ما انتم شايفين كده القلقاس، وده الكيسه دي اللي فيها الفاصوليا والفراولة والبسلة. دي التفريزات اللي عملناها مع بعض، يا رب تعجبكم ونكمل معاكم تفريزات رمضان وحاجات رمضان. ربنا يعودوا علينا وعليكم كده بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.